اخبار دكتك عامله ايه بقى؟ انا متاكد ان دكتك دلوقتي عامله كده اهو. انا يا راجل قلت افوت اليوم الاول وبطلعش اصيح فيه، يمكن اليوم التاني يبقى فيه شويه حاجات حلوه بدل ما كل مره بنطلع كده نولول ونصيح وكله نكد في نكد. قلنا نستنى شويه حاجات حلوه، بس للاسف الدكه بدل ما بقت عامله كده بقت عامله كده. اهلا وسهلا بيكم، وطلعنا لكم بقى نطلع نعمل رد فعل بعد 10 ماتشات، يعني بعد انتهاء الجوله رسميا باستثناء ماتشات الدبل. الجوله اللي كانت متعبه جدا نفسيا لناس كتير، بس كلنا يعني كان عندنا شكوك ان هي الماتشات حلوه، في ماتشات حلوه وفي لعيبه عندها دبل. فاحنا دايما عارفين اول ما بنشوف كلمه دبل بنتسحر كده، بتندهنا نداها ونروح وراها على الدبل. وطبعا زي ما احنا متعودين العاق توني ما ينفعش يأثر معاك في ماتش زي ده. وطبعا الفانتازي بقى علق الليفل قوي الاسبوع ده قوي، قال لك والله الجون طلع لسولي مارش بس مش هنحسبه له. طب ليه يا جدع؟ ما تحسب له الجون يا جدع. لا مش هنحسبه له. طب احنا هنحسبه له في سباق الهدافين بس مش هنحسبه له في النقط بتاعتك. ليه يا عم؟ في ايه يا عم بينك وبين سولي مارش؟ ولا في ايه بينك وبيني؟ جايين وهنتكلم على كل حاجه قدام، بس استاذنك كده لو كنت نسيت انزل بعد اذنك حط لنا اللايك واشترك معانا في القناه اول ما تتفرج علينا، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات بتاعتك، وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. تعالوا بقى كده نتكلم سريعا في اللي حصل الاسبوع ده عشان اللي حصل متعب جدا. نبدا مع اول ماتش معانا، ماتش بورنموث وليفربول. عجائب وغرايب كرة القدم، القطايف واللطايف بتاعت رمضان جت بدري. ايه يا جدعان اللي بيحصل ده؟ ايه العك ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ فرقه انت مأكلها الدور الاول 9 تجوان، 9 تجوان، والماتش اللي فات انت مأكل اليونايتد 7 تجوان. ايه يا جدع؟ مش عارف تجيب بورنموث اخر واحد في الدوري جون يا مؤمن؟ ده انت جات لك ضربه جزاء كمان وضاعت. ليفربول بتطلع خسرانه 1-0 من بورنموث، وصلاح بيطلع بصفر، 0 نقط. كان بيحلم يبقى حاجة، كان أمل أمه وأبوه، جم صحاب السوق خدوه والكلام هم ضيعوه، جم صحاب السوق خدوه والكلام هم ضيعوه. وكل اللي عنده حد من ليفربول في الدفاع وقال لك العبه بقى، ده مضمون الماتش ده ونغير في الطريقه، البس. مفيش كلين شيت، مفيش اي حاجه، مفيش جاكبو، مفيش داروين، مفيش اي حاجه. كل اللي كان عنده لعيبه من ليفربول طلع بصفر. طبعا شايفك انت اللي كنت عامل وايلد كارد في ال 26 وندمت ان انت معكش حد من ليفربول، وشايفك وانت قاعد حاطط رجل على رجل دلوقتي وقاعد تبص كده من فوق وتقول لهم شفتوا ان انا كنت صح. معلش، اللي عندك ليفربول دلوقتي عنده لعيبه ليفربول لسه موجوده عنده، انت لازم تخلص منهم في اقرب وقت. عندك بلانك 28، عندك 29 دبل سيتي في تشيلسي، عندك في ال 30 ارسنال، فالحق يخلص عشان في مصيبه جايه في الطريق. ندخل بقى على تاني ماتش من العك والهزي الكروي، ايفرتون وبرينفورد. تخيل يا مؤمن ان تراكوفسكي بيطلع بكلين شيت و3 بونص. والله العظيم ده ال3 بونص دول اكتر من اللي جابهم في ال4 ماتشات اللي فاتوا. تراكوفسكي ده قصه حياته كده معانا بتتمحور حوالين ان هو لعيب جاب كلين شيت فكلنا جرينا عليه، فجاب نقطه في سالب في صفر فكلنا بعناه، فجاب كلين شيت ب3 بونص. يعني بالمنطق كده اي حد تيجي تقول له انا عندي تراكوفسكي اعمل بيه ايه بعد كميه السوالب والاصفار اللي بيجيبها لي؟ يقول لك طبعا ده تمشيه وتجيب مكانه طبعا حد من برينفورد وانت مغمض، اختار بقى هنري، مي، رايا، اللي انت عايزه. عايز اقول لك ايه، بس تراكوفسكي طلع هو بالكلين، وبين مي وهنري ورايا مفيش كلين، وتوني العاق مفيش اجوان، والحمد لله ان مفيش انذارات، وبرينفورد ضيعت الدنيا خالص. يعني برينفورد متقمصه دور بيرنلي. تخيل ان برينفورد اول ماتش تخسره من 12 ماتش، يعني على حظنا احنا، على حظ ارمر جت عند ارمر وقفت. نيجي بقى على ماتش برايتون وهاريسون. والله في فرقه جديده اسمها هاريسون، ودي فرقه ليدز يونايتد سابقا. احنا النهارده اللي عنده حد من برايتون كان بيلاعب، حرفيا بيلاعب هاريسون. هاريسون النهارده عمل كل حاجه تاذينا، جاب فينا جون في برايتون في الكلين شيت وضيعه، وعمل اسيست كمان، وكمان جاب جون في نفسه ما اتحسبش لنفسه، هو اتحسب لنفسه بس ما اتحسبش لسولي مارش. حاجه كده انا مش قادر افهمها غير انها برضه مؤذيه لينا. يعني انت تخيل يا راجل، الناس كلها كل الدنيا حتى حساب برايتون على الفانتزي على تويتر كاتب لهم الجون لسولي مارش احسبوه له. لا احنا خلاص حسبناه اون جول، بس هنحسبه له في سباق الهدافين. انت مجنون يالا، انت مجنون يا اللي ماسك الحساب انت، ولا دماغك دي فيها ايه؟ هتحسبه له في سباق الهدافين ومش هتديه النقط بتاعته. انا كده استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ طب انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟
انا استفدت ايه؟ طبعا نقدر نقول اللي طلعنا بيه من الماتش ده ان مفيش طبعا كلين شيت بالنسبه لستوبينان او فيلتمان او دانكن اللي جاب منهم حد. على الناحيه الثانيه ميتوما ما قصرش معانا، عمل له اسيست، اخد له نقطه بونص، يعني طلع لك ب6 نقط لو انت مكابتنه فهم 12. طبعا سولي مارش يعني كل الدعم للناس اللي عندها سولي مارش وراح منهم النقط بتاعته، حرام بصراحه. ماك أليستر بيكمل على مستواه وبيجيب جون كمان للماتش الثاني على التوالي. فيعني لعيبه برايتون بتاعت نص الملعب اعتقد انها مش مخيبه للامال، وتقدر ان انت تراهن عليهم لسه تكمل كمان معاهم في الدبل بتاع 29. ماتش ليستر وتشيلسي، الماتش اللي توقعنا فيه انه مش هيبقى فيه كلين شيت من الفرقتين. قلنا لك ما تلعبش كيبه لو عندك، لان بتوع ليستر سيتي بيقدروا ان هم يجيبوا جوان، وخصوصا ان ماديسون موجود. وعلى الناحيه الثانيه قلت لك بقى هات اللي انت عايزه لو عايز تغامر على حد من تشيلسي، لان الدفاع بتاع ليستر والحارس بتاعهم ما بيأثروش مع حد. وفعلا الماتش خلص 3-1 لتشيلسي، بس للاسف الواحد بتاع ليستر سيتي ما عملوش ماديسون. ماديسون عمل كل حاجه ممكن تتعمل كاسيستات، ولاعيبه ليستر كانت تحسها بتتمزج كده وبتستمتع وهي بتضيع في الاسيستات. يعني شويه نقط من ماديسون لو لعيبه ليستر دي تركز شويه. انا والله رايي ان انت يا عم ماديسون انت خلاص اكل عيشك في ليستر ده ينتهي على كده الموسم ده، تروح بقى تشوف لك نيوكاسل، تروح تشوف لك فرقه ثانيه. صراحه عشان نقدر ناخد شويه نقط من ماديسون اعتقد ان لازم يبقى عندهم راس حربه قوي، غير كده اعتقد ان ماديسون عمال يسوق الاختيار بتاعه، خصوصا كمان في غياب بارنز. نيجي بقى مع ماتش نوتنجهام فورست وتوتنهام، الماتش اللي هاري كين زعل فيه ناس كتير جدا، لان في ناس كتير قوي قعدت هاري كين الماتش ده دكه ولعبت على حسابه واتكنز او توني او اي حد من المهاجمين. فاعتقد ان انت زعلت ان انت ما لعبتش هاري كين لو هو عندك دكه. وبجمله بقى الدكه بقى اللي مكمله معانا الاسبوع ده دكه حاجه كده اللي هو فن اختيار الدكه. انت بتلعب اللي هو مش هسالك انت نقطك كام، انا هسالك دكتك جايبه كام، لان احنا عارفين نقطنا اكيد اقل من الدكه الاسبوع ده. هاري كين قدر انه يجيب جونين، سون رجع للتهديف وجاب جون. طبعا قلنا ايمرسون رويال مش هيلعب وفعلا ما لعبش. نوتنجهام فورست قلنا انها ممكن تضيع الكلين، وهي فعلا نوتنجهام فورست وظيفتها في الماتش انها تضيع الكلين، مش ان هي تكسب، مش ان هي تتعادل، لا هي داخله تضيع الكلين بتاعك. وفعلا ده اللي حصل، وضيعوا ضربه جزاء كمان صدها فوستر. فنقدر نقول انه اللي طلعنا بيه من الماتش ده ان انت زي ما انت مكمل على هاري كين والدفاع بتاع توتنهام، ممكن لما يرجع ايمرسون رويال نفكر فيه بسبب زيادته الهجوميه مش اكتر من كده. نيجي بقى مع ماتش كريستال بالاس والسيتي، واخر ماتش معانا في اليوم الاول. في كريستال بالاس دي فرقه ملط، فرقه تخيل ان اقول لك الفرقه دي في اخر 3 ماتشات شايطه كره واحده على الجول. يعني كريستال بالاس انت الماتش اللي جاي بتاعها هشوفه قدام مين، وبفكر ان انا مثلا اكابتن المدافع بتاعهم لو هو مدافع بيعمل زيادات هجوميه كمان كلين شيت مضمون قدام كريستال بالاس. على الناحيه الثانيه السيتي باقل الامكانيات وباقل التعب قدر ان هو يكسب 1-0، جون من هالاند، ضربه جزاء، اسيست من جوندوجان. السيتي برضو نقدر نقول انها مش توب، السيتي مش حلوه. عشان كده لما قلت لك قبل كده واحنا بنعمل وايلد كارد هو لعيب واحد من السيتي مش اكتر من كده. واديك شايف محرز بيقعد دكه بعد ما كان هو نجم الشهر بتاع شهر فبراير، كان هو نجم الشهر، بيقعد دكه للماتش الثاني وللثالث على التوالي. فودن بيبدا بس ما فيش مساهمات، دي بروين بينزل وبيعمل بس برضه ما فيش اي مساهمات منه. والكلين شيت بتاعهم هو اللي طلع بامان، اللي عنده اكي او اكانجي هو اللي قدر يطلع بكلين شيت. ونيجي بقى مع الماتش الجميل الممتع المؤذي لكل ما هو فانتازيا، ماتش فولهام وارسنال، الماتش اللي انت مش لوحدك، انت فاكر انت لوحدك، كلنا كده على فكره، ان انت معاد فيه 2 بتوع ارسنال على الدكه وبتلعب بواحد. خليني اقول لك ان اللي طلع ماتش ارسنال ده كان ملخصه عباره عن ايه؟ ان مارتينيلي جون، اوديجارد جون، جابرييل المدافع كلين شيت وجون، تروسارد 3 اسيستات. اما بقى اللعيب اللي عندنا كلنا فهو مين؟ فهو بوكايو. عمل ايه؟ ساكا ولا حاجه. شيت. ساوثهامبتون واليونايتد ماتش بعنوان تألق حراس المرمى هو اللي خلى الماتش يطلع اصفار. كل الناس اللي عندها راشفورد للماتش الثاني على التوالي بيطلع بلانك. واتكلمنا معاكم قبل كده قبل في التحضيرات بتاعت الجوله، قلنا لكم على كابتنه راشفورد انها ريسك، وناس كتير طلعت اعترضت وقالت لك ليه كابتنه راشفورد ريسك؟ هو عشان في دبل تسيبه راشفورد؟ يا عم اديك شفت، قلنا السبعه بتاعت ليفربول ممكن تاثر على الفريق. ساوثهامبتون طالعه النهارده بتطلع كده بعد الماتش بتاع اليونايتد بتبقى طالعه ب3 كلين شيت. فخليني اقول لك ان ده برده كلها عوامل واحصائيات بتقول لك ان الفرقه دي واقفه على ارض صلبه الفتره دي. فعشان كده كنا بنتكلم، مش بنتكلم من فراغ يعني. فالنهارده فعلا ده اللي حصل. طرد كازيميرو صعب الموضوع جدا على اليونايتد، كمان طرد كازيميرو ده هيأثر عليهم جدا في الدوري وفي المشوار بتاعهم، لان هم كده هيتوقف ماتش في الكاس و3 في الدوري. احنا عارفين كازيميرو تقريبا 50% من قوه اليونايتد الدفاعيه في الملعب. طبعا راشفورد مفيش حاجه خالص. على الناحيه الثانيه وورد براوس كان بيحاول برده، بس خلاص بقى الحراس الاثنين وقفوا خلصوا الماتش صفار. نيجي بقى مع ماتش ويست هام
هام واستون فيلا، الماتش اللي حرفيا ما فيهوش اي حاجه غير اولي واتكنز هو اللي في الماتش كله. لا دفاع استون فيلا قدر يطلع بكلين زي ما قلنا، وست هام ممكن تعمل حاجه، هي فعلا جابت جون اي نعم من ضربه جزاء جابه بالرحمه بس اسمه جون، ضيع الكلين شيت. وست هام على الناحيه الثانيه برده ما قدرتش انها تحافظ على الكلين بتاعها، وواتكنز حط الجون المعتاد بتاعه عشان يبقى ماشي. فعلا الفتره الاخيره نقدر نقول ان واتكنز نصنفه من احسن المهاجمين في الدوري الانجليزي كثبات مستوى على فتره طويله. واتكنز بيقدم موسم حلو جدا، هو تقريبا الحاجه الوحيده الحلوه في الموسم بتاع استون فيلا. ونيجي بقى مع اخر ماتش معانا، ماتش وولفز ونيوكاسل. خليني اقول لك معلومه ما اعرفش انت واخد بالك منها ولا لا. نيوكاسل كسبت النهارده 2-1. تعرف ان ده اول ماتش نيوكاسل تكسبه من 5 ماتشات فاتوا. ال5 ماتشات اللي فاتوا نيوكاسل مفيش مكسب، والله ما في مكسب. نيوكاسل اللي كانت مخيفه وبتنافس على مركز تاني وتالت وصلت بيها الحال انها ده اول ماتش تكسبه، يعني كسبت ماتش من اخر 6 ماتشات. بس خليني اقول لك ان اخيرا تريبير رجع عمل اسيست والحمد لله. اي نعم راح منه الكلين شيت كما هو معتاد برضو الفتره الاخيره، بس طلعنا منه بحاجه. ايزاك قدر انه يجيب جون. الميرون بقى بيقعد دكه بس بينزل من على الدكه يحط الجون وياخد ال3 بونص ويتوكل على الله. وعلى الناحيه الثانيه بقى هوانج رجع من الاصابه جاب جون. اسيست مين يا اسلام؟ اقول لك اسيست تريبير برضو. وبكده يا صاحبي نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت رد فعل الجوله ال10 ماتشات اللي اتلعبوا من الجوله 27. كده باقي لنا بقى الماتشين بتوع الدبل اللي هيتلعبوا يوم الاربعاء ان شاء الله. نبقى نشوف كده الدنيا بتاعتنا عامله ايه. انا جبت لحد النهارده انا جايب 52 نقطه، ولسه مستني شويه اللعيبه بتاعتي على الدبل. عندي طبعا على الدكه اكيد عندي الاثنين بتوع ارسنال وشويه نقط حلوه. طمني انت بقى، قول لي اخبارك ايه، جبت كام نقطه، والاهم من ده دكتك جابت كام نقطه. ما تنسوش بقى تشتركوا معانا في القناه اول مره تتفرجوا علينا، واعمل لنا لايك للفيديو. ما تنساش تفعل جرس تنبيهاتك، وتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. وكان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.